دلوقتي هنكمل معاكم الجزء التاني. دلوقتي انا كان الجزء اللي فات كان فيز 4 المفروض بتخلص، فالمفروض فيز 5 المفروض بتخلص، فدي كده فيز 5. فدي كده فيز 5 المفروض ان الدنيا خلصت فيها، فهنبدأ في فيز 6. فيز 5 اصلا كانت عبارة عن ايه؟ display list of finished successful configured files. فدي مش هنقدر نتستها غير لما نخلص الورك فلو كله. ففيز 6 هي دي اللي بتربط الفيزز كلها 3 و4 و5. فهناخد فيز 6. فيز 6 فيها منشن لفيز 3 وفيز 4 وفيز 5. فهنيجي في مثلا كيلو كود او قايل له ان ريدمي، بشاور على الفايل اللي انا عايزه واقول له check this file for reference. دي الفيز المفروض اللي هيربط فيها كل حاجة، وبعديها الفيز الأخيرة إن أنا أدلت الفايلات. فدي فيز نهائية، يعني أدلت لو عايز في الريزلت. فأنا ممكن أقدر أتست من فيز 7. فيز 4 هنا كان فيها بيكريت التستنج نفسه. التستنج نفسه كان بيرفع الداتا، بيستخدم اكسيوس بوست عشان ابعت الداتا لتشوزن اي بي اي. اللي تشوزن اي بي اي عندي اللي هو كلاود ميرسيف دوت. لو دخلنا هنا ده ليه برايسنج، المفروض نعمل ساين اب عليه عشان في برودكت دوكيمنت بروسيسنج اي بي اي. هي فيها فري تير، فمفروض نعمل ساين اب هنا. فانا هبقى اعمل الساين اب وهكمل معاكم في الجزء التالت ان شاء الله. فده كده المفروض هيكمل لحد ما يخلص، وساعتها هيبقى الفايلات عندي كلها مربوطة. هنبدأ ان فترة ان احنا نتست وفيكس الباجز بقى، عشان هو دلوقتي بقاله هو كتب فايلات وعمل، يعني دي كلها فايلات مكتوبة. وارد ان يكون فيها غلطة او وارد يكون فيها مش مشاكل. فالمفروض ان احنا بنتست بقى وراه زي ما كنا مقومين البرنامج هنا. المفروض بقى نبدأ نديله فايل، والفايل ده يبعت على الاي بي اي، نشوف الاي بي اي استلمته. الاي بي اي بعد كده رجعت ريسبونس. الريسبونس ساعتها السكسس مسج ظهرت. طب لو ما رجعتش ريسبونس، هل في فيل مسج، هل في كيو، هل في بار للكونفرجن، وهكذا. ده اللي المفروض نبدأ نبص عليه. فهو حاليا هنا هو زي ما انتم شايفين عمال يديني مشاكل. هنا هو مثلا كان بيحاول يستخدم لايبرري معينة اللي هي اكسبو فايل سيستم، بس هو مش فاهم ازاي يستخدمها، فعايز ابروفل عشان يستخدم الكونتكست 7 اللي احنا سطبناه من شوية في الجزء اللي فات. فكونتكست 7 فايل ممكن انا اجيب له، يعني في كيس زي كده ممكن اجيب له انا الباكج نفسها آه، بتشتغل ازاي. يعني لو جينا دخلنا هنا اكسبو سيستم فايل سيستم، ممكن مثلا اسلكت الانستليشن يوزج، اسلكت الداتا نفسها اللي هو عايزها عشان الاي بي اي نفسها مش شغاله، او هو مش قادر يكنترول. ساعات مش بتبقى الاي بي اي مش شغاله، الموديل نفسه اللي انا بستخدمه موديل مثلا ضعيف، مش قادر ان هو يستخدم الاي بي اي. فلو جينا حطينا له الداتا مثلا كده، اهو، فهو قدر ان هو يفهم الدنيا المفروض تشتغل ازاي. موديول الجي ال ام مش اقوى حاجه، يعني الديب سيك يعتبر احسن منه،
وميني ماكس اعلى من الديب سيك. فانا هسيبه يخلص واشوفكم في الفيديو اللي بعده، بعد ما كونفيجر الاي بي اي. يعني لو دخلنا هنا، ده الاي بي اي ريكوست، الكول اللي بيحصل ده البيز يو ار ال، ده هو بيعمل كول لكلاود ميرسيف اي بي اي سلاش كونفرت. هو محتاج هنا الاي بي اي كي عشان يقدر الكول دي تقدر تتم. هو ده كل اللي الواحد عايزه، هو عايز يساين اب ويجيب الكي ويحطه هنا. فاشوفكم في الفيديو الجاي بعد ما اخلص انا الساين اب واحط الكي بتاعي.